من غير مجهود. بيتزا بالعيش العربي، اسهل بيتزا في الحياه. من النص كده طريه والاطراف بتاعتها مقرمشه، طعمها ولا. امبارح وانا بعملها قلت لنفسي هو انا ليه ما اصورهاش واوريها لكم، مع اني بعملها على طول، بس ما جاش في بالي خالص ان انا اصورها. قلت دي حاجه بسيطه يعني مش مستاهله. بس بعد كده فكرت وقلت ما ناس كتير بتحتاج حاجات سهله وطعمها حلو، وبعدين مش بتحتاج مكونات، كلها حاجات بسيطه خالص. فعشان كده قلت بقى ان انا لازم اصورها لكم واوريها لكم، علشان لو احتجتوا تعملوها في اي وقت تعملوها. وكمان خصوصا بالليل نبقى عايزين ناكل اي حاجه سهله وسريعه ومش عارفين ناكل ايه، فدي اسهل حاجه ممكن تتعمل، وخصوصا لو نفسكم تاكلوا بيتزا. دي من اسهل اختراعاتي. يلا بينا نشوف ازاي. السلام عليكم. اول حاجه هنجيب طاسه وهنحط فيها ورقه زبده، وهحط عليها رغيف عيش عربي، ده اللي بيتباع في الفرن عادي خالص. حطوا اي نوع انتوا تحبوه، سواء عيش ابيض او عيش اسمر. انا حطيت هنا ورقه زبده مش علشان العيش ما يلزقش، لا خالص، انا حطيته هنا علشان العيش ما ينشفش من تحت ويفضل كده طري من غير ما يتلسع. وبعدين نحط معلقه كبيره من الكاتشب او صلصه، اي حاجه موجوده عندكم، وهنفردها كويس. وبعدين نحط اي حاجه موجوده عندنا في التلاجة. لقيت عندي هنا طماطم وفلفل وشويه زيتون وشريحه بسطرمه، قطعتهم حتت صغيره وهحطهم. وساعات كمان بحط جبنه تركي او لانشون لو موجود. وبعدين برش كده شويه من الزعتر والبابريكا، ويا سلام بقى لو بابريكا مدخنه بتبقى حكايه. ولقيت كمان هنا شويه جبنه موتزاريلا حطيتهم. وبعدين نحطها على نار هاديه جدا. انا زودت بس هنا شويه خضار على الوش من اللي اتبقوا، وبعدين بغطيها بغطا حله علشان البخار يسيح الجبنه. الجبنه هنا ساحت خلاص وبتمط لغايه السقف. اوقات كمان ببقى عايزه اعملها ومش بيبقى عندي حاجه خالص غير شويه طماطم وفلفل وزيتون، بعملها برضو بتبقى عجب. نحطها بقى في الطبق ونرش كمان عليها شويه زعتر او بابريكا تاني لو حابين. شكلها حكايه. قصيتها بقى بالمقص مثلثات كده زي البيتزا. لا مش زي البيتزا، هي اساسا بيتزا على فكره. ممكن كمان بديل الموتزاريلا، اللي مش حابب يحط موتزاريلا او ما عندهوش، نعمل شويه كده بشاميل خفيف خالص ونحطهم على الوش، ما نكترش، نحط معلقتين 3 كده على الوش. انا بعملها كده لما برضو ما يكونش عندي جبنه، بس بما ان انا لقيت شويه جبنه فانا حطيتهم بالمره. لما كنت برضو بعملها بالبشاميل بتبقى طعمها جميله كده، وبتدي ايحاء اللي احنا برضو بناكلها بالموتزاريلا، زي اللي بتتباع في الافران، ما هم برضو بيعملوها كده، مش بيحط حاجه غير شويه الخضار، وبتبقى برضو حلوه. مش لازم نكلف نفسنا علشان نبقى مبسوطين، بحاجات بسيطه نقدر نبسط نفسنا ونعمل اللي احنا عايزينه. شفتوا بقى من الرغيف عيش بسيط ومكونات بسيطه عملنا اكله جميله ازاي؟ ناخدها بقى ونروح نقعد كده في البلكونه مثلا، او ناكلها واحنا بنتفرج على حاجه مفيده، ونعمل لنفسنا قعده حلوه كده مش متكلفه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وعندي افكار كتير نقدر نعملها ببساطه بدون تكلف. لو حابين قولوا لي عشان اعملها لكم، واكتبوا لي في التعليقات اذا كنتم حبيتوا الفكره ولا لا. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملي لايك وشير، اشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.